بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة وفي أحسن حال. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت مالح بالكمون بطريقة سهلة جدا بدون بيض، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. التسوية بتاعته مظبوطة وطالع لونه خطير. بينا نشوف الخطوات والمقادير. ولو أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة، ولو حبيتوا الفيديو اعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ودعوة حلوة منكم. وياريت تتابعوا الفيديو للآخر عشان في تكات ووصفات أول مرة هتشوفوها، وعشان ما تفوتكمش أي حتة فيها. ويلا بينا نشوف الطريقة. عندنا كيلو دقيق منخول كويس، هنحط له 3 معالق نشا. لكل نص كيلو هنحط معلقتين، 4 معالق نشا. وهنحط باكو بودر كبير اللي هو 21 جرام، وهنحط له معلقة ملح صغيرة ونركنه على جنب. وناخد 2.5 حبة البركة، وناخد 2.5 كمون حصى، وناخد 3 معالق سمسم، ناخدهم على النار نحمصهم نطلع الرطوبة منهم. وناخدهم بعد كده نحطهم على الدقيق ونقلب كويس. والله العظيم هيطلع معاكم بسكويت بالكمون في منتهى الحلاوة ومنتهى الطعامة. ياريت ما تسيبوش اي حتة في الفيديو، لانه في حاجات وتكات اول مرة تعرفوها. بعد ما قلبناه كده كويس بنجيب كوباية سمنة على زيت ونحطها عليهم، ونبتدي نبسهم. لازم نبسهم كويس، نبسهم أطول وقت ممكن، عشان كل ما تبسيه أكتر بيدينا نعومة أكتر وبيدينا ريحة أكتر، لأن ريحة الكمون وحبة البركة بتتداخل في ذرات الدقيق. غلف كل الدقيق بالمادة الدهنية بالطريقة دي. من نجاح او من عوامل نجاح البسكويت ده انك انت تبسي الدقيق كويس جدا بالمادة الدهنية بالطريقة دي. ريحته حلوة جدا للبسكويت وبيخلي ريحته في منتهى الجمال. فحاولوا في المرحلة دي تديها وقتها عشان خاطر يديك النتيجة كويسة بعد التسوية. بنغلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. غلفنا كل الدقيق بالزبدة بالسمنة. بعد كده بنجيب 1.5 كوباية لبن ونحطهم ونبتدي نلم العجين، مش نعجنه لان ده ما بيتعجنش. بنلم الدقيق بس، بنلم العجين. وبعدين بناخده على مفرش وعلى كيس تلاجة، ونبتدي نفرد بيه ونخلي السمك بتاعه يعني ما يكونش تخين ولا يكون رفيع. ونبتدي نجيب اي قطاعة، يا اما تجيب كوباية يا اما تجيب القطاعات اللي موجودة. انا هنا هجيب قطاعة مدورة في الاول، وبعديها هعمل قطاعة مربعة صغيرة وقطاعة مربعة كبيرة. بس قبل ما نقطعه بناخده بالشوكة كده ونخرمه عشان ما يرتفعش معانا، لان انتم عارفين مفيش لا خميرة ولا فيه بيض، ده بودر بس. فنبتدي نقطع بالطريقة دي اهو زي ما انتم شايفين. والسمك ما يكونش تخين ولا رفيع عشان ما يتحرقش منكم. السمك لازم يكون مناسب.
لحد ما نخلص كل الكمية كده بالطريقة دي. ناخده نرصه على الصاج، وطبعا الصاج احنا ما بندهنوش لان العجينة دي فيها مادة دهنية، فبنشيل الزوايد دي، ودي ما بنرميهاش، بنبتدي نعجنها تاني، بس بنريحها حوالي دقيقة، لان لو عملناها على طول مش هتعمل معانا، هتتعبنا. فبنريحها لمدة دقيقة ونبتدي نفردها مرة تانية. نبتدي نرص زي ما انتوا شايفين كده. ريحته خطيرة، ريحته قلبة الشقة وقلبة العمارة، فياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. في منتهى الحلاوة، هش وخفيف ومفيد. اولا فيه حبة البركة، وفيه السمسم، وفيه الكمون، وفيه لبن، فمتكامل العناصر. فياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه، وتتابعوا الفيديو للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. هوريكم بعد التقطيع شكل البسكويت عامل ازاي. اولا بنرصه يعني في مسافات، بس مش مسافات بعيدة، لان هو بيخمر بس، يعني بيقب بس مش كتير. ليه؟ لان مفيش خميرة ولا في بيض زيون، زي اهو بالشكل ده. بندخله على فرن 150 درجة، بيطلع معانا بالشكل ده. شايفين السوا من تحت زي من فوق، شايفين رملة رملة، في منتهى الجمال. طعمه خطير ورهيب بجد، لازم تجربوا الوصفة هتعجبكم. خد في الفرن من 20 ل25 دقيقة، وبيكون جاهز معانا، وبيطلع بالشكل ده والجمال اللي انتم شايفينه ده، مقرمش. اسمعوا القرمشة بتاعته كده. يكون الفيديو، يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة منكم، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.